السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو اللي راح تشوفوا فيها لي كاتو اللي درتهم لعرس خويا وكيفاه خيرتهم، وراح نعطيكم وصفه الكعكات اللي نعتمدهم انا كحلواجيه ونخدم بهم كامل لي كوموند. كما راح نعطيكم ثاني دي زاستيس كيفاش تخيروا لي كاتو تاعكم في اي مناسبه كانت وتكون عندكم حاجه شيك وبريزونطابل. بون، اذا كنتي اول مره تدخلي قناتي نقول لك انا وسام صاحبه قناه سناناس كيوت، مرحبا بكم. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس فيوصلك كل ما هو جديد، وما تنسيش تبارطاجي لا فيديو هذه مع صحاباتك باش تستفادوا كامل. اول حاجه نبداو بها هي كيفاه نخيروا لي غاتو تاعنا في اي مناسبه كانت. بون، اول حاجه ديروا لها حساب هي لي زانفيتي تاعكم، يعني لازم تكون لا ليست واجده. حاجه ثانيه اللي هي تحطوا بعين الاعتبار العدد تاع الانواع اللي تحطوا في لاطابل. مثلا هي في العاده انه نحطوا 6 انواع. النوع الاول يكون تاع كلاصاج بيان سور، يا اما مخبز يا اما عرايش يا اما كعكات. عندنا النوع الثاني ويكون معسلات، وهي يا اما بقلاوه يا اما قطايف. انا كونتر انه يتحطوا في زوج في لاطابل. ثالث حاجه واللي هو غاتو او شوكولا. النوع الرابع وهو صابلي ولا غريبيه ولا قريوش. تقدروا ثاني ديروا صابلي مع غريبيه ولا صابلي مع قريوش. وعندنا النوع الخامس اللي هو المقروض سيد المائده. وعندنا النوع السادس يكون حاجه تاع مكسرات، وتقدروا تستغناو عن النوع السادس لانه ديجا عندكم زوج انواع الفوق راهم بالمكسرات، اللي هو النوع تاع الكلاصاج المخبز ولا كعكات ولا عرايش. وعندنا النوع الثاني تاع المعسلات اللي هو البقلاوه ولا القطيف، حتى وراه بالمكسرات، ولهذا تقدروا تستغناو على النوع السادس. ما هذا على العموم واش نحطوا في طاولة التقديم في أي مناسبة تقريبا. بالإضافة لهذا كامل نقدروا نشوفوا ثاني للشكل. عندنا الشكل إذا خيرنا مثلا الكعكات ديجا راهم مدورين. عندنا البقلاوة تكون كاري، الصابلي يكون مثلا قلب، الجاتو شوكولا يكون اوفال ولا مثلث. وهي ماشي يعني حاولوا تلعبوا على الشكل قبل الديكور باه يكون عفوا الجاتو تاعكم في لاطابل باين، وتكون لاطابل تاعكم منظمه وحاجه كلاس. بون، راح نعطيكم انا كيفاه خيرت وكيفاه نقصت وعوضت في نفس الوقت. تبعوا معايا درك تفهموا هذه المصطلحات واش نقصد بهم وكيفاه نظمت وقتي او ميم طون. عندنا نوع تاع الشوكولا اللي بديت به الخدمه، هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه. بديت به على خاطر مش راح يفسد لي. درت حلوى المولوك، حاجه جديده وبريزونطابل من داخل عجينه باللوز، يعني تشبه لطمينه اللوز ولكن ماشي هي بالضبط. و باتا فخوي غو فخاز، وفيه هاد لي سيريز كونفلي. خيرت ثاني الشكل يكون اوفال. هنا كان عندي 2 مول. ندير الكوش الاولى تاع شوكولا. المول الاول نحطها في الثلاجه، ونحط المول دوزيام نزيد ندير له الكوش الاولى تاع شوكولا. من بعد ما نجي نكملها نكون كملت يكون المول تاعي الاول سي بون راهي جمست فيه شوكولا. نجبدو باه نعاود له دوزيام كوش. بعد ما نكملوا لي 2 كوش تاع شوكولا ليمون نبداو نعمروا الحشوه تاعنا. وهذه هي يعني نبدا نعمر ونديمولي حتى نكمل عفوا كامل الحبات. انا درت لهنا الكميه تاع 200 حبه، حكمت لي تقريبا يومين. والديكور كنت نقصته من قبل كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه تاع التحضيرات. كنت قلت لكم ديكور تاع لي غاتو يكمل قبل ما يجي وقت الحلوه، باه كي يجي وقت الحلوه تاعكم يعني تلتاو غير بها والديكور يكون واجد، يعني جيست تلصقوا. وهذه هي انا في الحلوه هذه الديكور يعني اللي فوق كان واجد، اما الديكور اللي يجي على الحافه يعني على الجوانب تاع الحبه ما خدمتوش باسكو لازم نقيس على الحبه كامل. هذا اللي هنا راني نعطيكم في جيست تفاصيل فيه، يعني راح تقول لي علاه ما مديتيناش الوصفه وكلش. راح نعطيكم تفاصيل كيفاش تنظموا وقتكم فقط، يعني كون زدت نعطيكم الوصفه تاع هذا الحلوه في هذا الفيديو راح تجيكم طويله بزاف. ولهذا راني قاعده نمشي باش نكمل نعطيكم الوصفه تاع الكعكات. بون، كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملنا النوع الاول اللي هو النوع تاع حلوى الملوك غاتو او شوكولا. جات حاجه بريزونطابل، حاجه جديده باش نحي بها يعني نوع واحد اخر من هيث نقول لكم وش هو. لهنايا راني بعد ما كملته بديت في الكعكات. تبعوا معايا الوصفه بالتفصيل راح نمدها لكم، راهي ناجحه 100%. مستحيل انه يخرج لكم الحشو ولا لاباط يابسين وما الكلاصاج نتاعها. بون، لهنايا واش عندنا في هذه الوصفه.
عندنا 3 كيلات فرينه ممسوحه ومصفيه ولا مغربله، عندنا 3 ملاعق كبار لحظه ولا حليب بودره، عندنا رشه ملح وملعقه صغيره تاع لافاني، ونخلطوا النواشف مع بعضاهم. من بعد راح نضيفوا الخليط تاع كيله غير ربع سمن انا خدمت بالمدينه، وربع الباقي يكمل بالزبده عادي تكون حتى هي ذايبه. يعني هاد زوج نكونوا ذوبناهم من قبل ومن بعد خليناهم يدفاو، يعني يبردوا صح، ماهوش يبردوا خلاص وماهوش راح يبقاو سخونين، يعني يكونوا نورمال. نحاولوا ندخلوا ولا نخدموا البسوس فيه كامل النواشف مليح بين يدينا كما راكم تشوفوا هنا. راني ندخل فيه هكا بين يديا ويلمس كامل النواشف. من بعد راح نبداو نجمعوه بالماء والماء الزهر. عندنا الماء واش درت الكيله هذيك نتاع اللي خدمنا بها في الاول، درت ربع تاع ماء زهر والباقي كملته بالماء. هنايا درجه الحراره تاع الماء والماء زهر هذا تاعنا لازم تكون نفس درجه الحراره تاع السمن اللي خدمتي به في الاول، يعني لازم يكونوا كيف كيف. اذا كانت الماء تاعك والماء زهر باردين والسمن تاعك كان سخون، ديروا حسابكم باللي من بعد لاباط راح دير لكم واحد الكعابر هكا، يعني ماهيش راح تنجح لكم وراح ديرونجيكم في الخدمه بزاف. دونك كيما راكم تشوفوا هنا راني مانيش قاعده نعجن، راني جوست قاعده نلم فيها. باش تعرفوا ثاني يعني لاباط نتاعكم سي بون راهي شبعت من الماء ولا لا. دوك نعت لكم لاستيس، راني هنا جوست نكمل ندخلها ونعت لكم. بون لهنايا راح نعطيكم لاسيس كيفاه تعرفوا اذا لاباط تاعكم يعني دات الكميه الكافيه تاع الماء والماء زهر ولا لا. واش ديروا بعد ما تجمعوها؟ نحيو هكا طرف تكوروها بين يديكم وتبسطوا هكا بصبعكم ولا بالكف نتاع اليد نتاعكم وتشوفوا اذا فيها تشققات ولا لا. اذا فيها تشققات يعني مازال تحتاج للماء والماء زهر. اذا كانت فيها يعني جات لاباط هكا ليس يعني راهي سي بون دات الكميه اللازمه تاعها وهذه هي. وهذا وجد لي يعني من الماء والماء زهر هذا لا كونتيتي تاع لاباط. بعد ما تكملوا لاباط تاعكم يعني تغلفوها بالبابي فيلم ولا نيلون تاع سني ولا وتحطوها ترتاح. من بعد نبداو في الحشو تاعنا. الحشو واش درت فيه؟ درت 3 كيلات تاع لوز مرحي، تقدروا تقولوا مرحي بودر. اللوز تاعكم يكون ديجا محمص بصح ماشي جوست انه يدخل للفور يهز يعني هذيك السخانه برك ويعاود يخرج، يعني ما تخليوهش مام با انه يصفر وترحيوه. درت 3 كيلات لوز مرحي مع كيله غير ربع تاع سكر عادي مع رشه تاع القرفه. انا الحلويات هذه التقليديه تقريبا نمشي ندير فيها في الحشو القرفه تاع القرفه. وتبقاي تجمعي بالماء الزهر يعني ركزوا معايا لاباط راهي تتجمع بالخليط تاع الماء والماء زهر والحشو راهو يتجمع بالماء زهر فقط. راكم تشوفوا لهنايا راني غير نجمع. اتونسيون انكم تجنوا اللوز تاعكم لا يتلقى لكم هذيك الزيت وماهوش راح ينجح لكم الحشو، يعني جوست تلموه فقط. كاين ثاني اللي يحب يزيد اضافه صغيره يعني باش يتاكد من اللي الحشو تاعكم ماهوش راح ييبس، انه يزيد ملعقه صغيره تاع السمن تاع مدينه ولا الزبده. وكاين اللي ما يحبش يزيد كما انا لهنايا ما زدتش فيها. هكا ثاني ماهيش راح تبسلكم، يعني الحشو راهو سير ماهوش راح يبسلكم، يعني جوست تبعوا كيفاش راني نخدم. اتونسيون ثاني انكم تجريو الحشو بزاف، اذا جريتوه راهو ثاني راح يبسلكم، يعني جوست يكون الحشو تاعكم طري و يعني حاكم روحو وامام طون ما يكونش شيح خلاص. راكم تشوفوا هنا كيفاه راح يكون الحشو يعني لا تكستور تاعو. من بعد تغلفوه وتخليوه حتى هو يرتاح. في هذاك المومون راهو راح هذاك السكر راح يزيد يطلق مع الماء زهر يعني يذوب ويزيد يتاسل الحشو تاعنا مليح. لهنايا نجيبوا العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت وتحطوا يعني تبداو توزنوها.
باش يجيو الحبات يعني كامل قد بعضهم الأحسن انكم توزنوا. لهنايا انا راح نخدم بالمول تاع السيليكون تاع اللي فيه 8 حبات. ندير الوزن تاع العجينه 30 غرام والحشو ندير 15 غرام. اذا راح تخدمي بالمول تاع سيليكون اللي فيه 6 حبات فقط، يعني الحبه تكون شويه كبيره، ديري 35 غرام نتاع لاباط وديري 17 ولا 18 غرام نتاع الحشو. وهذه هي، ما تنسيش يعني بعد ما تكملي الحبات تاعك كامل يعني توزنيهم وتحطيهم تغلفيهم بالبابي فيلم وتخليهم يرتاحوا على حسب يعني درجة الحرارة. اذا كان يعني الجو سخون بزاف من الاحسن انكم تحطوها في الثلاجة باش تحكم لاباط روحها مليح. كاين اللي يخدم لاباط والحشو يعني يخدمهم نهار قبل ويبدا يخدم الغدوه نتاعو يعني باش تكون ترتاح مليح، هذه يعني فكره مليحه. وكاين يكون يعني مزروب ويخدم ديريكتومون يعني جوست يخدم يحطها في الثلاجه تبدا تحكم روحها يجبد بالكعبه بزوج من الثلاجه ويخدم. انا لهنا كنت مزروبه يعني خدمتها كامل على نهار واحد كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما ارتاحت لي قاعده نشكل فيها هكا مستطيل، يعني نحلها مستطيل واسيو انكم ما يكونوش هذا يعني الحواشي يكونوا هكا يعني مشرشفين، يعني يكونوا معدولين كما راكم تشوفوا هنا. من بعد نحطوا الحشو تاعنا يكون راح نخدمهم كدي بودا، نحطوا ونبدا نرولي. اسيو انكم ثاني تضغطوا سيرتو في يعني الدوره الاولى، بعد تضغطوا على الحشوه مع يعني لاباط مع الحشو قد باه تخرجوا منها هذاك الهواء كامل، باه من بعد ما تتحلكمش يعني كي تجيو تحلوها يعني تدوروها كما راكم تشوفوا هكا ما يتحلكمش يعني ما يبعدش الحشو على لاباط. بون نخليكم لهنايا مع الطريقه كما راكم تشوفوا هنا. حطيت في المول تاع السيليكون وبديت نثقب فيها بالكيردون باه نخرج كامل هذاك الهواء اللي داخل لاباط اللي بين يعني لاباط والحشو وندخلها الطيب. لهنايا بعد ما طيبت كامل الحبات لهنايا راكم تشوفوا في الديكور سيبون راني خدمته من قبل. نعطيلكم في الفيديو الاولى تاع التحضيرات وخدمت الكلاصاج تاعي، درت الكلاصاج تاع كامل الحبات يعني في نهار واحد. خليته يشيح وبديت نديكوري. هذه هي يعني جوست انكم تلصقوا الديكور تاعكم فقط. لهنايا الكلاصاج راني ما درت لكمش الوصفه تاعها، خليته لكم في كاين فيديوهات يعني قديمه راح نحط لكم فيها الوصفه تاع الكلاصاج بالتفصيل. الكلاصاج تاني ما يبسش وعلى قد ما طول على قد ما يعني خلى الحبه تاعنا طريه اكثر واكثر. ثاني راني راح خدمته لكم قبل في الفيديو تاع المخبز، راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. بون هنايا بعد ما كملنا الكعكات يعني الديكور تاعهم والكلاصاج بديت في درنا البقلاوه خليناها هي اخر حاجه على اساس يعني باش لاباط يعني ما تروح لهاش هذيك القرمشه تاعها باش تبقى يعني ما تتنداش. وهذا لي كيردون اللي راكم تشوفوا فيهم راح تقول لي شو هو السبب تاعها. السبب انه باش كي طيب هذوك يعني التوريق هذاك ما يروحش ما يفزدش يعني ما يروحش هك ولا هيك يعني يبقى الحبات تاع التوريق فوق بعضهم. وهنا راني بديت نوجد في الديكور تاعها، درت العسل مع الجلوكوز ونحط المكسرات نتاعي. انا درتها بقلاوه بريستيج يعني بالمكسرات. دوك تشوفوا على واه ندير الجلوكوز باش تبقى هذيك لابريونس اللي فوق يعني المكسرات. شوفوا كيفاه جات الحبه تاعي. وهنايا درنا غاتوريس دارته مرت خويا، هذا حطيناه يعني في صحن يعني ما حطيناش في لي بواط. لهنايا راهي خدمته في دارها وجبناه لهنايا جوست باش نقصوه. دارته بلا كريم بلونش. دوك نحط لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف. يعني ما يكفانيش الوقت اني باش نصور لكم كامل يعني كل شيء بالتفصيل. لهنايا راكم تشوفوا قصاتو هكا كاريات ودارت له هذيك لا فيدور من الفوق فقط يعني جات. بون لهنايا نهار قبل العرس جبنا المقروب تاعنا اللي كنا وجدناه قبل يعني طيبناه قبل شات الحلال وقبل حتى حنة العروس. لهنايا جبدناه بدينا نشحروا فيه
و يعني درنا العسل والمزهر، ما تنساوش المزهر باه ما يلصقش المقروض في الصحنه. من بعد نخليوه يقطر، من بعد نحطوه في الصحان انا خيرت هذو اللي جاو جيطابل، يتباعوا عند اللي يبيعوا على وزن الحلويات، 7 ب35,000، جاو سامبل وباهيين، و ميم طون ما جاوش يعني كارطون باش ما يلصقش العسل تاعهم، و ميم طون راهم ماهمش يعني قزاز، راهم جيطابل. هذه هي راكم تشوفوا لهنا المقروض كيفاه جا هائل، شهيتكم في الجنه. بون الوصفه تاعو هو والبقلاوه، راني باذن الله راح ندير البوسيبل نتاعي ونصور لكم كل واحد في فيديو باه نعطيكم التفاصيل باه تنجحوا فيهم في زوز باذن الله. بون لهنايا بعد ما نعمروا كامل الصحن تاعنا تاع المقروض، نخليو العسل هذاك يشرب شويه ونغلفوهم بالبابي فيلم، وهذه هي باه يعني ما يطيح فيهم حتى حاجه. والغدوه يجينا ساهل انه نديهم هكا واجدين يعني لاصال وخلاص. لهنا بعد ما كملنا المقروض تاعنا بدينا عمرنا لي بواط. انا لي بواط خيرت هذو الكبار، ما حبيتش ندير هذوك الصغار. اول حاجه يعني حاجه سامبل و en même temps تجي باهيه، يعني حاجه بريزونطابل في لاطابل. انا ماذا بيا انه الكاطو يكون باين في لاطابل، يعني كي يتحط يكون باين، يعني ما نحبش انه لاطابل تاع القهوه تكون فارغه، يعني جوست في دوك لي بوط ومن بعد كل واحد يهز لا بوط نتاعو سي بون، ما عندها حتى معنى. بون هذه هي واش درنا الكعكات، درنا غاتو شوكولا هذاك تاع حلوى الملوك، ودرنا البقلاوه بريستيج، وبقى لي الفيد في لابوط في اخر لحظه وليت درت لي تخيف هذوك. لي تخيف درت راهم ساهلين، الوصفه تاعها راني حطيتها لكم ديجا في الانستغرام تاعي من قبل، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. فيه جوست زوز مكونات فقط، يعني اللي تخف وجاو بنان ما نحكي لكمش. اللي حضروا في العرس اكتبوا لنا لتحت في لي كومونتير واش جاتكم لابواط وواش جاوكم لي غاتو. هذه هي الديكور، راني درتو نفس الديكور تاع لي سيرفيات وتاع لي بواط تاع القشقشه اللي كنت خدمتهم معكم من قبل. هذه هي وكملنا لي بواط نتاعنا وكملنا لي غاتو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. بون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. تعليقاتكم تهمني، لايكاتكم ما تبخلونيش بها. سلام.